ما يذاكر اسمه، قالوا ما نستقبل حالات الأطفال ودوا مستشفى أطفال. أخذت ولدي وأسعفته المستشفى اليمامة، استقبلتني طبيبة سعودية، أخذوا منا تحاليل وقالوا نبي نرسل لك نتيجتها إذا خلصنا. سووا له ألتراساوند، مجرد ما سووا له أشعة ألتراساوند قالوا ولدك ما في زايدة، عنده التهاب غدد اللمفاوية، تمام، وبنفس الوقت عنده اضطرابات في الأمعاء وعنده التهاب معوي. يوم رجعت أفكر وش اللي صار، خالد ولدي وشكل عشان صار فيه كذا. تذكرت أن في أبها مريت سوبر ماركت ونزل معي واخذ اندومي كورية حارة جدا، أقسم بالله من حرارتها يوم ذقتها دمعت عيوني. قلت له يا بابا هذا سم كيف تاكل؟ قال أحبها. بنفس اليوم حنا مشينا من أبها طول الطريق يا جماعة يرجع، الله يعز السامع، يرجع. أرسلوا لي المختبر اللي عندهم تحليل خالد ولدي، قالوا ولدك ماكل شيء جالس يسبب للأطفال عمومهم مشاكل، نفس الشيء هذا. والله العالم انه اندومي، وما هو اي اندومي، هذه النودلز الكورية صح الحارة جدا. قال تدري في اطفال شلونهم الزايدة، وفي اطفال مسوين لهم عمليات بواسير عشان الاندومي هذه او النودلز الكورية. يا جماعة الفلفل العادي يعني نقول حرارته مقبولة وكذلك يفتح الشهية للأكل، لكن هذه نكهات اصطناعية، أقسم بالله أرجل واحد فيكم يأكل منها